الدجاج بكريمة الكسترة المدخنة أطيب أكلة ممكن نعملها خارج عن المألوف، نكسر فيها الروتين بدون ما نندم. واليوم بدنا نعملها بطريقة مختلفة تعطينا طعم استثنائي، تخلي الناس اللي ما بحبوها هالمرة يغيروا رأيهم ويعرفوا إنه فاتهم كتير. فيلا تعالوا نشوفها. على نار هادية قليت نص كوب من الكاجو بربع كوب من الزيت النباتي، واحتفظت بالزيت لحتى يبرد ويجي وقته استعمله، وخليت الكاجو المقلي للنهاية لعند وقت التقديم. وجهزت بالصينية حبتين متوسطات من الفلفل الأحمر الحلو، قطعتهم رباع ونزعت منهم البذور، وراسين من الثوم قصيتهم بشكل عرضي بس من جهة الأطراف اللي فوق، وحبتين متوسطات من البصل قطعتهم بالنص، وحبة فلفل حار أخضر ونزعت منها البذور، وكوب ونص من الكستنة كمكون أساسي سواء توفر عندكم بموسمه أو كان معلب، على الحالتين ما بيأثر على الطعم. أضفت لهم رشة بسيطة من زيت الزيتون ورشة بسيطة من الفلفل الأسود، ونقلتهم على الفرن وشغلت عليهم النار من فوق وشويتهم على الجهتين. وبعد ما طلعتهم من الفرن تركتهم على جنب لحتى يبردوا وأعرف أحطهم بالخلاط. بهالمرحلة أنا ما رح أتخلص من القشور وما بدي أتخلص من القشور، بدي أحافظ عليها عشان يضل طعم الشوي فيها وتعطيني نكهة التدخين. ما عدا الثوم بخلصها من القشور بضغطات بسيطة وبنزلها على باقي المكونات بالخلاط، وبضيف عليهم نص كوب من القشطة أي نوع بدكم إياه، والزيت اللي قلينا فيه الكاجو صار بارد معنا، وكاسة مي بدرجة حرارة الغرفة، وبخلطهم ناعم كتير وبتركهم على جنب لحتى يجي وقتهم ونكمل الخطوات. وبروح أجهز للدجاج. بحتاج 6 حبات من صدور الدجاج حجم صغير مخليين من العظم ومن الجلد ومنضفين. بعد ما أنضفهم بنقعهم ب3 معالق كبار من اللبن و3 معالق كبار من الخل الأبيض ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود لمدة ما بين 45 دقيقة، أقل شيء 45 دقيقة إلى ساعتين. بعد هيك بغسلهم وبصفيهم من المي وبنشفهم وبدقهم حبة حبة مع التركيز على الجهة المرتفعة لحتى أشوف إنه صدر الدجاج تقريبا أخذ معي نفس السماكة على قد ما بقدر. ولو شكيتوا 1% إنه صدر الدجاج ما رح يستوي معاكم فاقطعوه بالسكين بالعرض وبعدين دقوه. وهلأ إجا وقت التقليب. أهم معلومتين ضروري إني أركز عليهم لحتى تنجح معاكم أي وصفة فيها جريل، مش بس هالوصفة هاي، أي وصفة تانية خدوا بعين الاعتبار هالملاحظتين اللي بدي أحكيهم. ضروري نختار نوع جريل ما بيحرق، ونعرف كيف نستعمل النار تحت الجريل، نعرف متى نهدي ومتى نعلي. فحطيت الجريل على أعلى نار عندي واستنيته لحتى أخذ معي حرارة، مجرد ما أحط كفة إيدي من بعيد حسيت في حرارة. هديت النار إلى متوسطة وأضفت 2 معلقة كبار من الزيت النباتي، أنا كان عندي بخاخ يعادل 2 معلقة كبار، وببدأ أنزل صدور الدجاج كل قطعة لحالها وما بحركهم من مكانهم لمدة 3 دقايق، وبعدين بقلبهم على الوجه الثاني كمان 3 دقايق، وبكرر هاي الخطوة مرة واحدة بس. وبعد هيك بضيف مكعب من الزبدة تقريبا كان بيعادل عندي 3 معالق كبار، وبقلب صدور الدجاج كل جهة 3 دقايق لحتى أشوف إنه الدجاج صار لونه ذهبي معي. الزبدة بتساعدنا إنه الدجاج يستوي أسرع، بالإضافة إنه بتحافظ على طراوته. بهالمرحلة ببدأ أضيف البهارات. ضفت لهم معلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون، ومعلقة صغيرة ممسوحة من القرفة المطحونة، ومعلقة صغيرة من البهارات المدخنة، ونص معلقة صغيرة من جوزة الطيب، ومن نص معلقة صغيرة إلى معلقة كاري، ومعلقة صغيرة بهار الكيجن ولو ما توفر الغوة عادي ما بيأثر، وملح على حسب الرغبة. وبقلب الدجاج مع البهارات لمدة دقيقتين على الجريل، وبنزل عليهم كريمة الكستنة اللي جهزناها بالخلاط، وبعلي النار تحت الجريل على الآخر. ما بخفف كثافة الصوص إلا لما أتأكد إنه الدجاج وكريمة الكستنة وصلوا مع بعض إلى مرحلة الغليان. فأنا خففت الكثافة عندي بكاسة ونص من حليب جوز الهند، بإمكانكم تحطوا كاستين، ولو ما توفر عندكم استعملوا مكانه حليب سائل عادي. وبعدها بهدي النار تحتيهم لمدة 20 دقيقة لحتى أتأكد إنه الدجاج استوى معي تماما، وقدمته بجنب الرز والكاجو المقلي والكستنة. بصراحة عاجزة أحكيكم قديش هالوصفة طيبة، وبتمنى أنكم تشجعتوا تعملوها، وبتمنى أنها تكون على ذوقكم. وأنا عندي سؤال، إحنا هاي الثمرة بنسميها في بلادنا كستنة، وبعض الدول بسموها أبو فروة، أنتوا في بلادكم شو بتسموها؟ ومن وين عم بتشوفوا هذا الفيديو؟ شكرا.